ويا صباح الخير وصباح العيد وصباح كده كل حاجة حلوة على عيونكم يا أحلى عيلة في الدنيا. عاملين ايه؟ عيد سعيد عليكم يا رب وعلى الأمة الإسلامية كلها. ربنا يجعل أيامكم أعياد كده في أعياد. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. عايزة اقول لكل واحدة كده كتبت لي تعليق او حتى شافت الفيديو بتاعي من غير ما كتبت لي حاجة، عايزه اقول لكل حد كده تابعني وشاف القناه بتاعتي، وكمان في اللي كان بيعلق على الفيديوهات وبيكتب لي كلمه حلوه، جزاك الله خير، ربنا يكبر بخاطرك كده يا رب، جبرا يتعجب له اهل السماء والارض. شكرا من كل قلبي على كمان الادعيه الحلوه اللي بتدعوها لي، جزاكم الله خير. وربنا كده يا ربي يعني كل اللي نفسه في حاجه ربنا كده يبعتها له ويوفقه في حياته، اللهم امين. لايك بقى لو اول مره بتشوفيني، والاشتراك لو برضو اول مره تشوفيني، وتفعيل الجرس عشان برضو لو اول مره تشوفيني. بصوا بقى انا فرحانه جدا بوجودكم معايا وتفاعلكم بجد معايا. ربنا يسعد قلوبكم ويكبر بخواطركم. تعالوا بقى هنا كده، يعني انا حبيت كده ان اشارك معاكم يوم الوقفه كده من بالليل وكمان العيد كده الصبح. انا هنا بقى ايه، بدات اظبط حاجتي وحاجه تلا وحاجه احمد. طلعت بقى ايه البيجامه بتاعت توته، الترنج بتاع احمد، الحاجات بتاعتهم اللي هيلبسوها في الوقفه كده من بالليل. بدات بقى نعمل يعني ايه افرحهم برضو كده واسعدهم برضو وتبقى حاجتهم قصاد منهم من بالليل. وكمان قلت بقى اما اعمل لي ماسك حلو قوي قوي. بصوا يا بنات، الماسك ده مش شرط ان احنا نعمله في العيد، احنا يعني في الايام العاديه كمان حلو قوي قوي لو عملتيه مرتين في الشهر. طب عباره عن ايه؟ بصوا، اول حاجه هتغلي شويه ميه على معلقه ونص من الجيلاتين، وكمان عليهم معلقه من القهوه. هنزل بقى بحاجه بسيطه كده، بحاجه بسيطه من الميه المغليه لغايه ما القوام يبقى معايا تقيل، فاهمين؟ مش عايزينه سايل. واول ما ينشف معايا كده لما احطه بقى على البشره او على الايد زي ما انتوا شفتوا، هتشيلوه بقى على طول كده زي ما انتوا شفتوا. بصوا، بيشيل الرؤوس السوداء، بيشيل يبقى الشعر اللي هو الوبري ده، بينظف البشرة بطريقة غير عادية بجد. ان شاء الله كده اللي هيعملها هتعجبه بجد. الماسك ده تحفة تحفة تحفة، غير كمان ان بينظف الرؤوس، ده حاجة كده تانية لوحدها. وهنا كده كنت بدهن بقى المونيكير لتلا وشوية بقى دلع كده من الحنة، ويعني تغيير. عايزه اقول لكم هنا كده كنا بنصلي بقى صلاه العيد، بس في اليوم الوقفه بقى ظبطت وخدوا طبعا الشاور، وكويت لتلا كان شعرها وظبطتها خالص كده، والمونيكير بقى وكمان الحنه، وظبطنا بصراحه. وكمان طلعت لهم الالعاب بتاعتهم بقى، اللي عايز يلعب او هيسيبها بقى بعد العيد بعد صلاة العيد يبقى يلعب بيها براحته. وبعد كده يا بنات وصباح بقى العيد، وبعد ما خلصنا كده صلاة العيد اخدتهم بقى وشوية صور كده حلوين برضو للذكرى، وهم برضو يفرحوا بيها بعد كده. ربنا يا رب كده يسعد قلوب الناس كلها. وكنا بنصلي كده التكعيبة اللي في المسجد من بره، اللي هو طبعا في الحي الامارات هيبقى عارفينها. فصلينا واللهم لك الحمد ولك الشكر. بعد كده روحنا بقى، عملت الضيافة بتاعة الكحك والبسكوت. انا عارفة ان هو عيد يعني اللحمة وكده، بس بصراحة الكحك والبسكوت برضو ليهم طعم كده برضو في الاعياد عامة. شوية بقى يعني شاي بلبن، مع يعني لوحده شوية حاجة ساقعة. لما الواحد بقى بيبقى على الصبح كده بسكوتة مثلا مع كوباية حاجة ساقعة، فبتبقى الدنيا سهلة كده وبسيطة وحلوة، وكمان يعني ايه عيد وكده بقى تغيير يعني. فبصراحة حلوة قوي قوي. وكمان كنا عملنا البلالين من بالليل، والصبح كده كان المنظر ده كده. قلت بقى اما اعمل بقى الطبق ده بعد ما صلينا وشويه حاجه ساقعه وبس كده، نفطر كده فطار في الخفيف، وبعد كده بقى قيلوله كده بسيطه، لان برضو الواحد بيبقى من فرحته كده ما بيكونش نام كويس، فطبعا بيبقى فيه دروخه بقى ونوم. بعد كده بقى ابتدي بقى ان انا بقى ايه، اظبط لهم بقى اشوف بقى لو هشغل لهم حاجه للعيد بقى ان افرحهم بيها وكده. وكمان هعمل بقى الفتة وبس.
هنا كده بحطها بقى في الصينيه، وصبيت كمان الحاجه الساقعه، وكان احمد هنا بيساعدني برضو. وكانوا بصوا يعني ندخل كده، نحاول ندخل الفرحه على قلوبهم كده. وبس كده هاخدها بقى ونفطر. وشغلت لهم اغاني العيد زي ما انتوا شفتوا كده. واجا وقت بقى يا بنات الفتة، وقت الغدا. بصوا انا كنت عامله بقى سلقه بصراحه من قبلها بيوم، عشان برضو ايه عارفه ان الواحد هيبقى مدروخ بعد صلاه العيد وكده. فانا كنت سلقاها، ويا دوبك بس ايه لو شويه الرز هحمر بس ايه شويه كده من العيش وبس. وطبعا الصلصة كمان، فالموضوع بيبقى بسيط يعني عن سلق اللحمة. احنا عارفين ان هي ايه بتطول وكده شوية. طيب بعد كده بقى حمرت شوية العيش دول كده مع شوية الرز بعد كده والصلصة، وادي كمان التومة. بصوا خطيرة دي، شوية توم كده محمراهم مع معلقة سمنة. وبعد كده يا بنات حطيت عليها شوية من الخل، واديله ادي بقى. وبعد كده اخدوا غلوتين، نزلت بقى على الصلصة والرز والكلام الحلو ده كده. وكمان عملت كوباية من الشوربة كده على الفتة واللحمة كمان دي. عايزة اقول لكم ان حمرتها كده في معلقة من السمنة البلدي. وبس بقى كانت قنبلة بجد، كانت خطيرة. بعدها بقى بشوية، طبعا مش كله ورا بعضه، كانوا عايزين حاجة حلوة، فحطت لهم بقى الحاجات الجميلة دي كده عشان يتسلوا كده ويفرحوا، وربنا كده يكبر بخواطر الناس كلها يا رب، اللهم امين. ودي تلا كده خدت الطبقين، اللهم بارك. نيجي بعد كده بقى للعشاء. بصوا كان عشاء كده خفيف وفي اللذيذ يعني، وسهل وسريع. كنت عاملاها يوم الوقفة بالليل ده كده كاستر بالفواكه. انا كنت برضو عاملاه معاكم على القناة، برضو هسيب لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو، هتلاقوه على طول. بصوا سهلة خالص ولذيذة. وطبعا الفتة ما بيبقاش فيها تركات كتيرة يعني، ما فيهاش حاجة، واحنا طبعا كلنا بنعرف نعملها. يعني هي بس معلقة السمنة الفلاحي مع التشويحة بتاعت اللحمة. بعد كده يعني مفيش بقى، حمرت فيها بقى الصوص اللي نزل من اللحمة ده، كنت حمرت فيه التومة مع شوية الخل، وكانت بجد روعة وخطيرة. بس كده اكون يعني فيديو كده خفيف وفي السريع خالص. اتمنى ان شاء الله كده تكونوا فرحانين وسعداء ومبسوطين، اللهم امين. ما تنسيش لو اول مرة بتشوفيني تفعيل الجرس كده على طول علشان تنوريني. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.